البدايه كالعاده من عند فريقنا، وانا دايما بشوف نادي الزمالك ده او بشبهه دايما بالفارس. عارفين انتوا الفارس اللي واقف كده في الروايات القديمه؟ ما انا عرفت، شفت بعيني محدش قال لي. بيحارب الصعاب، المعوقات، الظروف الصعبه، وفي عز كل ده تلاقيه قادر يفرح جماهيره ويفوز بماتش صعب جدا جدا قدام او ضد حرس الحدود. يا باين عليها نبيها ما شاء الله. والمباراة كانت ممتعة جدا عشان تكمل في طريقك في بطولة الدوري وتواصل الزحف نحو القمة. ولكن عايز أقف عند موضوع مهم جدا جدا. مع كل مكسب للزمالك تبتدي بقى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وناس تطلع تتكلم، هو ليه الزملكاويه بتأفوروا قوي كده وهم شايفين كده ان احنا بنأفور قوي بفرحتنا بفوز الفريق. ويجي بقى كلام من نوعيه ايه ده انتوا كسبانين فرق في منتصف الجدول، يعني لا هو اهلي ولا هو بيراميدز، فليه الفرحه العارمه دي اللي هم بيتكلموا عليها؟ يعني ناس طيبين قوي. على اخر مسلسل انفجرت. اولا علشان اللي بيكسب بعرقه وشقاء وبدون اي مساعدات، بالعكس انا طول الوقت بيتحط لي معوقات، طول الوقت عندي صعوبات، فبالتالي لما اجي افرح ما ينفعش فرحتي تبقى عاديه. سلام. اكيد فرحتي مش هتبقى عاديه، ما انا ماشي طول الرحله عماله اقابل في صعوبات وعماله اقابل في مطبات توقف اي حد مكاني هتوقفه مش هيعرف يكمل، ولكن انا الحمد لله يا رب بقدر اكمل. فبالتالي الفرحه طبيعي جدا جدا انها تكون من القلب. انتي فله قشطه.